لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حياتي هضر لينا على طاهر ميسوم. اخويا طاهر ميسوم انا ما عنديش عليه معطيات معينه. ماشي أنا الموضوع ماشي يهم الشخص نتاع طاهر ميسوم، بل يعم قاعد يعني الخربقه اللي واقعه الان عند النظام الجزائري، الاعتقالات والاعتقالات المضاده، الاصطفافات، ذاك التفرقه اللي كاينه وذاك الصراع اللي كاين بين الاجنحه، سواء الاجنحه السياسيه ولا الاجنحه العسكريه ولا الاجنحه الاقتصاديه، الاجنحه المخابراتيه وما الى ذلك. يعني كاين واحد العدد نتاع التخربيق كاين، وميسوم غادي يكون غدا مشى في هذا يعني مشى ضحيه في هذا الاتجاه هذا. دونك فوالا، مشى كما قال واحد الاخ من الجزائر، مشى مع التيار الخطا، ودابا التيار الصحيح هو اللي قوي. وملي غتقلب الايه عاود سينتقم من، كما وقع في اليامات ديال قايد صالح. اليامات ديال قايد صالح كانوا تعتقلوا شي وحدين، وملي مات قايد صالح جاش نقريحه هذوك اللي كانوا معتقلين طلقوهم، وهذوك اللي كانوا احرار شدوهم. دونك الغلبة للأقوى. هذه هي الدولة الديمقراطية الحديثة اللي كاينة في الجزائر. هكذا يتعامل مع القضايا الحساسة للشعب الجزائري والمطالب الأساسية لتنمية الشعب الجزائري والدولة الجزائرية. هضر على الهجمة اللي كاين على أسعد الشرعي. شوف، باش نعرفوا واحد الحاجة الإخوة الله يجزيكم بخير، الاختلافات المغربية ما كندخلش فيها وما باغيش ندخل فيها. نقدر ندير واحد الميساج لخوتي المغاربه، نقول لهم ودي الاختلافات الا كانت بخصوص شي حاجه برانيه ما خصهاش توصل انك تضرب في خوك ولا تشكك في خوك المغربي. هذه هي النصيحه الوحيده اللي نقدر نقول. اما باش نقول الراي ديالي فيما يروج ويموج، باش واحد الفئه من خوتي المغاربه يعجبها الحال ولا تقولها هو سعيد راه كيصاندنا ولا كيناصرنا، انا اناصر مغربيا على اخيه. لا اناصر مغربيا على اخيه، وبل واعتبر ان ذاك الصراع اللي بيناتهم ما خصوش يكون، واعتبر انه بقليل من الحكمه ممكن تجاوزوا ذاك النقاش، وغيبقى اسعد الشرعي خدام شغله. الله يعاون كل واحد، وحنايا خدامين شغلنا وعندنا عارفين اش كنديروا وعارفين فين باغيين نوصلوا وعارفين الاهداف اللي باغيين نحققوها بهذه النقاشات اللي كنفتحوها مع بعضياتنا. هكذا ساتحدث مع اخوتي المغاربه في هذا الامر ومع الاخوه اللي كيتناقشوا بخصوص هذا الشيء. الموقف ديالك من شخص معين لا يعني انك على صواب، ولا يعني ان ذاك الشخص المعين على صواب. هذه امور يعني ممكن ناخذوها بكثير من النسبيه، ونحافظوا على ذاك العلاقه الزوينه اللي خصها تكون بيناتنا حنا كمغاربه. هذا هو اللي مهم. اللي مهم هو العلاقه اللي خصها تكون زوينه بيناتنا، ماشي زوينه بذاك المنطق المثالي. لا، نختلفوا كذا وهذه، ولكن ما توصلش للمرحله ديال انك تزايد على خوك بالوطنيه، تزايد عليه بتا مغربيت او تنقص من التا مغربيت ديالو او تتهمه او تشكك فيه. هذا الشيء ما خصوش يكون الاخوان. والعز والرضا لخوتي المغاربه كاملين. سعيد بارسا، سعيد بارسا فتح واحد النقاش. انا اعتقد ان سعيد بارسا ذكي جدا، ذكي جدا لدرجه انه جعل الرهانات نتاع الجزائر والجزائريين هي ان يثبتوا للعالم انهم كيشربوا الحليب مزيان، انهم كيلقاو مطيشه اللي غادي ياكلوا، ان عندهم شوارع نقيه، ان عندهم واحد لابلاج زوينه، ان عندهم الحوت في المطاعم. لاحظوا معي النقاش في نص. اذا هذا امر يسيء للجزائريين، هذا امر يسيء للجزائريين. وكنقول لهذوك العباط اللي غاديين وكيعطيو كيديروا المصادقه، فهمت، كيصادقوا على سميتو على سعيد بارسا في الجزائر. كنقول بانكم اغبياء. ومن بينهم واحد السيد راه حتى هو غادي نهضر عليه في هذا اللايف هذا، غادي نهضر عليه واحد 2 دقائق، لانه هو هضر عليا 2 ساعات، انا غنهضر عليه غير 2 دقائق. فكنقول بان الجزائريين اللي بعقلهم يعني ادانوا هذا النوع نتاع التبرهيش اللي وصلوا سعيد بارسا للجزائر. سعيد بارسا نجح في انه وصل التبرهيش للجزائر، فهمتي؟ لان باش يكون عندك الرهان باش تثبت لنفسك بانك في مستوى بحال المغرب، كما قال سعيد بارسا، قال لهم والله الا هذه الجزائر الا بحال المغرب. ايوا صافي، يعني هذا الشيء كامل ويلا بحال المغرب، في البنيه التحتيه بحال المغرب، في المواد الغذائيه وكذا بحال المغرب،
ايوا فين تشوكير وفين داك الشيء ديال كذا. شوفوا انا كنقول لكم سعيد بارسا ذكي جدا، ودا الجزائريين في واحد الموجه ديال داك الشيء ديال النوع اللي تابعين سعيد بارسا بالغيطه والطبل. هادو عندهم واحد لو مونك او نيفو ايموسيونيل، عندهم فقدان الثقه في نفسهم وفي بلادهم وفي النظام نتاعهم وفي المنجزات نتاع النظام نتاعهم. لانك حين تفتقد الى هذه الثقه تحاول ان تبحث عن شي واحد يجيك من برا، والغريب انه جاهم مغربي. تخيلوا معايا دابا مغربي هو اللي عاطيك داك الفرصه فين دير حنا والله الا عندنا الحليب وعندنا البصله وعندنا مطيشه. زعما خطيره، زعما مع كامل احتراماتي خوتي الجزائريين، والله الا اهانه للجزائر يعني هذا السيد هذا داك الشيء اللي كيديروا تما في الجزائر اهانه للجزائر واهانه للنظام الجزائري. زعما باش ما يتسحبلهمش راه كنقول الجزائر زعما كشعب فقط، لا حتى النظام اذا كان كيراهن على سعيد بارسا باش زعما يحسن الصوره ديالو، بالعكس يثبت انه نظام ضعيف جدا. اذا في كل الحالات، وهذوك اللي في الفيسبوك عفوا اللي في التيك توك، منهم واحد السيد قلت لكم عاد غنهضر لكم عليه، اللي يعني بحال كيعطيه داك المصداقيه بين قوسين باش الجزائريين يقبلوه اكثر. كنقول له صاحبي راه داك المحاوله ديال الاظهار بانك ذكي ومتذاكي وانت هو الواعر، وداك التحديات الفارغه اللي كنتي كدير لا الصباح لا العشيه تجاهي انا، فكيبان لي اخويا لا تستحق ان تكون يعني ما كتستحقش تيكونوا عندك واحد 4 ولا 5 ديال الناس اللي كتثق فيك. لان بصح الناس اللي خصها تثق فيك راه خصها تقول لك اصاحبي عيب عليك، عيب عليك اصاحبي، عيب عليك تشوف واحد الاساءه للنظام وللشعب وللدوله وانت كتزيد كتساندها وكتمشي وكتزيد له فخرات كما كنقولوا بالمغربيه. فهمنا؟ بطبيعه الحال هو سعيد البارسا يمارس بعض التضليل وبعض كيدير التضليل وكيعطي شي معلومات اللي ما كايناش، يعني باش يحاول يقنع راسو ويقنع دوك الناس بانه فعلا راه اونتي سيستيم ماروكان، باش يقبلوه اكثر ويتقبلوه اكثر. وكيتكلم على حريه التعبير وحريه كذا كذا. انت فحريه التعبير هي هذيك داك التشيات اللي كدير، راه باين بان ما قادرش تمارس حقك الحقيقي في ان تقول ما تؤمن به. اذا انت تمارس التشيات اخي سعيد والتضليل بشي معلومات يعني غايه في البؤس سميتو. ومن بعد اخي سعيد ملي كتقول انت بان المغرب بحال الجزائر، لماذا تسب المغرب وتمدح الجزائر؟ ياك بحال لماذا تسب المغرب اذا كان المغرب بصح واحد حتى هو يلاه فيه المواد الغذائيه بحال كيما كاينه في الجزائر، فيه حتى هو شوارع بحال الشوارع عند الجزائر، فيه المدن وكذا والسا وداك الشيء الكورنيشات زوينين كذا كذا بحال الجزائر، فيه داك الشيء اللي خايب داك الشيء ديال الفقراء وكذا كذا بحال الجزائر. علاش كتسب المغرب وكتخلي الجزائر؟ علاش كتسب المجتمع المغربي بكل شيء؟ علاش كتسب المغربيات وانت عارف بان الظاهره اللي كاينه هنا راه كاينه هنا، الفقر اللي كاين هنا مثلا. دابا كنمشي معاك في الغيوان ديالك ولكن انا كنقول لك برافو عليك والله العظيم الا برافو عليك اخي سعيد، لعبتي واحد اللعبه زوينه وسير كمل في اللعبه ديالك. لا والله يعني راك سايق الغيوان، كتشكر كتلعب العشره كما بغيتي تما، فهنيئا لك والله العظيم. لعب العشره اخويا والله يزيد لك في الاغبياء اللي يصفقوا لك يقولوا ها هو سعيد بارسا كيقول بان ما هو. فيف اخي سعيد فيف بالله. سعيد ذكي والله الا عارف اش كيدير، يعرف جيدا من اين تؤكل الكتف. والله دابا مع الكتفه ديال النظام الجزائري تبارك الله وصلى على النبي معمره. ايوا مرمش مسكين مرمش، كنقولوا بالريفيه ما تسمى عن موسقان هكسوم حتى تجدي صوار وخني خذ عقب عاود خذ عاود شي تونس ني خزا شي الاردن ني خزا فلسطين. سير شوف عاود فين تاكل الخبز عاود بيبا. لا انت لا داك العبيط الاخر اللي مطلع الله يفطغ على ظهره والله العظيم. لا يعني ملي كنقولوا بعدا راه كيتم تعبيط ديال شي وحدين، زعما فعلا والله الا كيبقى فيا الحال بالله، كيبقى فيا الحال. والله
دابا نمشيو لذاك السيد اللي قلت لكم غادي نهضر لكم عليه، اللي كيصفق لسعيد بارسا وكيزكيه، يزكي سعيد بارسا للجزائريين باش الجزائريين يتقبلوه، مع العلم انه هو ما عنده ما يزكي، هو ما مزكيش حتى راسو. هو ملي كيدير اللايف بوحدو كيطلعوا عنده 100 الناس، 90 80، اي والله 80 90 100. اي هو كيعتبر راسو هو الفاهم الاكبر من الطائفه البيستاشيه، من هذوك الناس اللي عندهم الخلفيه البيستاشيه. اييه ايوا الصباح والله ساعه كيهضر عليا انا تما، انا دخلت كنتفرج. ايوا كيطلب لي في انفيتاسيون نطلع معاه، وكيطلب وباغيني، وكيحاول مثلا يستفزني من هنا من هنا باش انا نقبل داك الاخر ونطلع، فهمتي؟ وانا انا كنتصنت وكنضحك تقريبا ساعه، شي 50 دقيقه ولا المهم، الا نقدر نكون عيقت بزاف قولوا 45 دقيقه، هذه كنعطيها لكم غارانتي. 45 دقيقه هو كيهضر عليا وكيتحداني وكيتكلم علاش شنو كيقول علاش مولاي رشيد ولا بوريطه ما تكلموش في القمه العربيه. الجواب راه عندك صاحبي، الجواب راك مارستيه انت تكلمتي 45 دقيقه في غيابي عليا وانا سكت، والميساج شكون اللي مهم دابا، انا ولا انت؟ شكون اللي مهم واثبت وجوده عندك؟ واش انت ولا انا الذي اثبتت وجودي عندك، والدليل ان 45 دقيقه وانت كتهضر عليا. اذا شكون اللي حاضر عنده حضور؟ هو انا، رغم اني ساكت، رغم اني ما طلعتش وما هضرتش. ايوا داك الشيء اللي وقع في القمه العربيه. الكلمه ديال مولاي رشيد ولا ديال بوريطه ماشي دليل انك قوي ولا ماشي قوي، لان القوه ديال مخرجات القمه العربيه هي في التحضير لها، هي في الاوراق التي اعتمدت شهر قبل ذلك، التحضيرات اللي وقعت، والتحضيرات حضر لها بوريطه وما حضر لها حتى واحد جزائري. أصنطح بن قنطح. بوريطه حضر واحد العدد نتاع الاجتماعات التي غابت فيها الجزائر. ونهار ديال الهضره هضروا مرحبا، اجي ايمن عبد الرحمن بغيتي تهضر تفضل، اجي بشار الاسد بغيتي تهضر تفضل. أصنطح بن قنطح. الصمت انا راني قريت عليه، انا كنقرا على الصمت، انا قريت على الصمت، حيت كنخدم على المسرح. في الاشتغال ديالي على المسرح سولوا الناس الفنانين اللي كيخدموا الاخراج في المسرح كيخدموا على شي حاجه سميتها الصمت، لو سيلونس. وفي الخطاب كاين شي حاجه سميتها لو سيلونس. سير قرا عاود شويه نتاع علم الخطاب باش تعرف بان السكات في كثير من الاحيان يكون دالا اكثر من الكلام. والدليل انك تكلمتي عليا 45 دقيقه. اذا باش ماشي عاود دير شي لايف تقول لهم حتى سعيده برنوس تكلم عليا، انا تكلمت عليك 7 دقائق، يلاه دوز تجلس، سير تجلس حتى شي نهار عاود ونهضر، نهار اللي غتعطيني القناه ديالي وغادي نهضر وقتاش ما بغيت انا، ونختار المكان والزمان المناسب والفرصه المناسبه باش نحقق الاهداف نتاعي، ماشي الاهداف نتاعك. ماشي انت اللي غتطلع اللايف بيا صنطح بن قنطح، عندك 70 واحد باغي يطلع اللايف بسعيده برنوس، وهذوك 70 واحد كيعلقوا تما على الاقل واحد 10 مغاربه. خوتي المغاربه هاد النوع هادو ما طلعوش عندهم، والدليل انه ملي كيجي مغربي اخر، واخا هذاك الغبي وهذاك العابط اللي عندنا بالنسبه لينا عابط وغبي وكيتشكر وكيداهى عليكم سميتو سعيد بارسا، ملي كتكونوا دايرين لايف بجوج بكم دقه وحده هو عنده 1500 انت عندك 60، وكتهضر تسد وكيجيك ميساج تليفون كيقولوا لك سد قادر سير تطلع عند سعيد بارسا، وكتمشي تطلع عند سعيد بارسا. وراني شفتك جوج مرات كديرها قادر، انا شفتك جوج مرات في اللايفات نتاعك كتكون حليتي اللايف وكيجيك ابيل وكيقولوا لك حبس اللايف وسير عند سعيد بارسا. تفهمنا؟ سعيد بارسا انا بعدا حتى الا كنت كنختلف معاه وبالنسبه لي انا واحد الشخص غير محترم يعني الاقصى حدود، على الاقل راه كيتشكر عليكم وكتضطروا تسدوا اللايفات نتاعكم باش تمشيو عنده باش تبانوا بانكم حاضرين عنده. وملي يكون سعيد بارسا لاعب عليكم من 10 انا كنفرح، رغم ان هذا سعيد بارسا كنقول لكم انا واحد الانسان اللي غير محترم بالنسبه لي، لا احترمه البته، ما بغيتش زعما ندخل معاه في شو، انا ما نديرش داك الشيء مع خوتي، لا احترمه، وهذا الشيء اللي غنقدر نقول. ورغم عدم احترامي له فاني اعترف له بانه الشكور عليكم،
ولاعب عليكم العشرة مزيان، لاعب عليكم العشرة كما يجب. صافي. أيا دوز شي موضوع آخر الإخوان، شي تعليق عاود يحرك شوية الناعورة. نمارس الصمت. واه ابن عمي، الصمت حكمة. في كثير من الأحيان خصك تسكت وشوفوا اللي ما مشاش كاع، اللي ما مشاش ما يلومش هذاك اللي ما تكلمش. ما مشيتيش، الرئيس نتاعك ما مشاش. علاش ما مشاش؟ لأنه تم احتقاره. علاش ما كتبغيوش تقولوا الهضرة كما خصها تقال؟ تم احتقار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. داك الشيء علاش نتوما باغيين تهربوا النقاش نحو الامير مولاي رشيد ولا نحو بوريطه. تفهمنا؟ الامير مولاي رشيد يا اغبياء، وهذه نقولها لكم مره، الامير مولاي رشيد حضر حضورا تشريفيا، شرفيا وتشريفيا. ما عندوش في الدستور المغربي الصفه ديال الحديث باسم صاحب الجلاله. الأغبياء، الحضور ديال مولاي رشيد حضور شرفي وتشريفي. إذا شكون اللي خصو يهضر؟ خصو يهضر بوريطة. الغبية قادر الغبي. دستوريا مولاي رشيد في مسائل اللي عندها علاقة مع الجامعة العربية وسياسيا ما عندوش هذه الصفة هذه، وبالتالي الحضور ديالو شرفي وتشريفي. هذه واحدة. إذا شكون اللي خصو يهضر؟ مثلا وزير الخارجية، هل تحدث أحد وزراء الخارجية الحاضرين باسم الوفود نتاعهم في ذاك القمة؟ هذيك سميتها القمة على مستوى الرؤساء والملوك. أصنطح بن قنطح، قمة على مستوى الرؤساء والملوك. فهمنا؟ وهذاك أيمن بن عبد الرحمن اللي تكلم بصفته ممثلا لرئيس الدورة السابقة السناطح القناطح. أيمن عبد الرحمن تحدث بصفته ممثلا للرئيس السابق اللي خصو يدير الباساسيون، يعني خصو يسلم رئاسة الدورة للسعودية. داك الشيء علاش دار داك الكلمة. والكلمة هذيك الكلمة نتاع الرئيس الجزائري ماشي نتاع رئيس الوزراء، يعني قرأها رئيس الوزراء بالنيابة وفقط. دابا نمشيو للمعقول. مرحبا بنا، مرحبا. دابا نمشيو للمعقول. المعقول اش كيقول؟ المعقول كيقول سنطح بن قنطح بأن الرئيس الجزائري ودولة الجزائر، الدولة الشيكور التي أرادت أن تلعب دورا رياديا بين مزدوجتين في المنطقة العربية عبر ادعائها داك العودة وكذا وإعادة الصف والزعت، ما دارت حتى وزة، أعيدت إلى حجمها الحقيقي من طرف الشيكور اللي كنستعرف له، وبالهلا يطريه لينا خصنا نستعرفوا له، هو السعودية. بغيتيه ما بغيتيهش، عجبك ما عجبكش، عندك معاه ما عندكش معاه، شيكور. هذاك إلا قال وما كيقولوهاش. سمعتي شي مره شي واحد في السعوديه كيقول حنا هما الشواكر اللي غادي نردوا وغادي نديروا الشمل اللمن نتاع الشمل والزمر نتاع الزعت وحنا هما الشواكر نتاع العرب؟ كيقولوهاش. علاش؟ لانهم فعلا كذلك، لأن القوة تمارس ولا يتحدث عنها. الأغبياء الشواكر نتاع الزعت، الشواكر كما كان خي محمد حكيم، القوة تمارس ولا يتحدث عنها. القوة تمارس ولا يتحدث عنها. إذن تم احتقار الرئيس الجزائري، احتقار شنيع. فهمنا؟ وهذيك سوريا رجعات لأن السعودية بغاتها ترجع، بالهدا يطريه لأي واحد. والاجتماعات ما حضراتش فيها الجزائر، الاجتماعات التحضيريه 3 الاجتماعات 2 حضرهم المغرب وما حضراتش الجزائر. اذا شكون اللي قوي؟ شكون اللي معتبر؟ شكون اللي عطاو له الاعتبار؟ شكون اللي قادروه؟ حتى لو افترضنا بانهم ما داروش بكلام، وعلى الاقل حضروه وجلسوه معاهم، على الاقل قادروه كما كتقولوا بالجزائريه. الرئيس ديالكم ما قادروش. صافي. ايوا سيروا تكمشوا، سيروا تكمشوا. الا عندكم شي وجه سيروا تكمشوا.